السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. رجعت تاني للقناة بعد طول غياب وبتمنى انه يعني رجوع بدون انقطاع. وده طبعا اول فيديو بعد زمن زمن زمن، وماشيين رحلة كده صغيرة انا وناس بيتنا ومعنا نفرين ثلاثة كده من الجيران. وانا كنت بصور وبقول لهم يا جماعه انا عايزه اعمل فيديو يوتيوب. بيقول لي والله ده هيكون فيديو يوتيوب. قلت لهم يعني فاجأتهم ونحن كده راكبين، وقررت انه خلاص انا ابدا واصور على طول. وجدا كنا يعني مستمتعين ونحن ماشيين، لانه دائما لما تكون في رحله الناس بتكون متحمسه كده ونشيطه وعايزه يعني تنبسط بالرحله دي. يعني كانت البدايه اول ما نحن ماشيين. المكان جميل شديد صراحة وحلو شديد، وهو نغي وعلى النيل وحاجة كده روعة. زي ما شايفين انه كمان في شجر لو عايزين تقعدوا تحت الشجر، وفي برندات زي كده على النيل ممكن برضو تحجزوا تقعدوا في البرندة على حسب. يعني في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده. ومش كده وبس، كمان في فنادق نوبية، حتى في فنادق فوق الجبال ممكن تختاروا للناس اللي عايزة تقعد يوم، تقعد يومين، تقعد 3 يوم، على حسب الأيام اللي هي عايزة تقعد فيها وتستمتع فيها. صراحة مكان حلو شديد، يعني لو عايزين فعلا تستمتعوا. ده طبعا غرب سهيل. اول ما جينا طبعا عجبنا المكان شديد، وبقينا ناخد لقطات صور طبعا للذكريات، دي حاجة مهمة شديد. وكنا هنا بنتكلم لكن طبعا عشان الازعاج وكده قمت انا شنو قلت احسن اعمله بس تسجيل. كنا بنتكلم عن استمتاع الرحلة وجمال المكان وحلاوة المكان، وجدا صراحة حلو وجميل شديد. وهنا طبعا يا جماعة عايزين نولع الفحم ونعمل الغنية عن التعريف الجبنة. طبعا الجبنة دي حاجة أساسية ومهمة. ولعنا الفحم وشدينا الجبنة وقاعدة تغلي، كنا منتظرينها يعني على نار. وأخيرا عملنا الجبنة وشربنا القهوة بمزاج. وبكده خلاص استمتعنا بالرحلة ونحن راجعين. كنا بنغني، يعني ما خلينا أغنية ما غنيناها صراحة، وكنا بندق الدلوكة. بس للأسف الشديد طبعا ما شلنا معنا دلوكة، لكن يا هاتوت اتصرفت طبعا بقت تدق في شنطتها أو بشنطتها كده زي الدلوكة. استمتعنا بالرحلة شديد، وبتمنى انتوا كمان تكونوا استمتعتوا في أيام العيد، طلعتوا مشيتوا رحل. لحد ما أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. مع السلامة.